عليكم. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو على خير وبخير. بالنسبه لبزاف ديال الاخوات منا كيبغيو تكون عندهم واحد الماكينه ديال الخياطه في الدار، كتكون بحال هذا الشكل هذا، ما كتشدش ليهم البلاصه وكيديوها معاهم فين ما بغاو وما كتشدش المساحه. بالنسبه للنصيحه اللي غادي ننصحكم هو انكم تاخذوها اللي يكون فيها لابواط كانيت من الحديد، يعني ان هذا النوع هذا فيه ديال البلاستيك، فيه الداخل لابواط كانيت فين كنركبوا النزق او الفار ديال السورجي فيها ديال البلاستيك. هي فيها ايجابيات وسلبيات. الايجابيات ديالها هو اننا غادي نستعملوها غير في الثوب اللي كيكون رقيق وما كيتستعملش، ما كتخدمش لينا مزيان في الطرا. الا بغيتو ديروا بها الطراسان او ديروا بها تطرقوا بها شي سفيفه او شي دونتيل كيكون غليظ، فما كتخدمش فيهم مزيان ومع الوقت دغيا كيخسروا. وهذا النوع هذا فاش كيخسر ما كيتصوبوش، حتى الا ديتوها عند المعلم راه ما كيصوبهاش حيت فيها داك النزق هو ديال البلاستيك. وحاجه اخرى انه لابواط كانت اللي فيها داك الفار او داك النزق ما كيتحيدش، كيبقى مفيكسي في الداخل ديال الماكينه. كيف كتشوفوا اننا ما كنخرجوش بحال المواكن العاديين. الماكينات العاديين كنقدروا نحيدوا لابواط كانت، ولكن في هذه الا كتشوفوا معايا كيتحيد بهذه الطريقه، انك كتحيدوا من الفوق، كيكون راكب ليهم من الفوق. هذا هو الاشكال، وهذا كيكون ديال البلاستيك. نورمالمون هذا النزق اللي كيكون عندنا في الماكينه ديال التطراق كيكون بحال هذا الشكل ديال الحديد او الاينوكس. هذا هو اللي كاين في هذه الحاله. هذه ما كيخدموش مزيان وانا شخصيا ما كنستعملهمش بزاف، واخا انكم غادي تشوفوا تقولوا لي ها هي عندك، ولكن هذه غير ديال واحد الاخت وجيت نشارك معكم المعلومه ديالها حيت وريتها للمعلم. بطبيعه الحال شافها ليا المعلم اللي كيصوب ليا المواكن، قال لي ما نصحكش بها، خدي الا بغيتي شي حاجه اللي كتكون مداومه ودائما يكون فيها لابواط كانت كيتحيد ويكون فيها داك النسق ديال الحديد كيف ما غادي تشوفوا معايا. واللي كتشوف الفيديو لاول مره دير مشاركه ودير جيم من لا فيديو وتفعل الجرس باش يوصلها الجديد. هذا هو الثاني ديال الماكينه. هذا نوع اخر، هذا نوع اخر بطبيعه الحال هو فيه لابواط كانيت وفيه النزق ديال الحديد. هادو كاملين كيف كتشوفوا هما كيتهزوا معانا فين ما مشينا، كنحطوها فوق الطبله، فوق صوندري، فوق في اي بلاصه ديناها معنا كتخدم. ولكن شوفوا الفرق اللي كاين في هذه، وهو انه لابواط كانيت ديالها كيتحيد، يعني هذه في الخدمه ديالها دايره بحالها تماما بحال الماكينه اللي بالطبله واللي فيها الموتور الكبير واللي فيها الكسيراتور ديالها في الطبله، يعني بحالها تماما كتخدم نفس الخدمه، غير هذه كتهز. يعني كيف كتشوفوا شوفوا معايا الفرق فين كاين. لابواط كانيت ديال هذه كيتحيد، يعني كيمكن لكم تحيدوه، وها هو النزق او الفار كل واحد شنو كيسميوه داير بحالو بحال الماكينه العاديه او بحال الماكينه ديال الطرز او ديال الخياطه الكبيره، جاكي او جوكي او المهم سانجير، المهم الماكينه ديال الخياطه بحالها. يعني هذا هو النوع اللي كنصحكم تاخذوه. بالنسبه اللي مازال ما خداتش الماكينه وكتفكر انها تاخذ هذا النوع، هذا هو النوع اللي نصحها به، ماشي بالضروره هذه الماركه، ولكن اللي يكون فيها النزق او لابواط كانت كيتحيد بحال هذا الشكل هذا. واللي ديجا عندها الاخرى يعني غير تحاول عليها بالقاعده وتخدم بها بشويه باش تبقى معها مده اطول، حيت المشكل ديال هذيك الاولانيه ما يتصايبوش، ومهم لا كاليتي ديالهم ما كتكونش مزيانه، ماشي واحد الحاجه ديال الدوام. هذا هو باش كنصحكم في هذه الامور هذه. وبالنسبه لهادو راه كيكونوا كلهم حديد، يعني من الداخل ديالها كلها كتكون حديد عكس الاولى. الاولى كلها بلاستيك، حتى من الفوق ديالها الراس ومن كل شيء هو من البلاستيك، كل شيء من البلاستيك. الا كتشوفوا معايا هذه راها شبيهه بالمواكن العاديين، لا في لا طونسيون ولا حتى في الحديد ديالها. الا كتشوفوها راه خاصها غير الطبله. وبحكم المعلم اللي شافها ليا واللي شريتها عنده قال لي راه ممكن تدار ليها الطبله الكبيره